بين ما حنا ملاهين مع الديربي جاتنا اخبار ان هناك مهزله تحكيميه في اكادير في الماتش القوات المسلحه والحسنيه. المهزله في الدقائق الاخيره من المباراه، بالضبط في الدقيقه 87 هنا اللي غادي تحصل فريق القوات المسلحه الملكيه على ضربه جزاء خياليه. البطل ديالها الممثل مستر بين. الممثل مستر بين في حركة تمثيلية كيف ما كتشوفوا. ها هي اللقطة، تحايل هنا على الحكم اللي طاح ضحية لهاد التمثيلية وعلن على ضربة جزاء خيالية. كيف ما كتشوفوا هنايا ها هو أول لقطة من ديالو الكاميرا كيف ما كتشوفوا هنايا ديال القناة الرياضية كتوثق لهاد الفضيحة التحكيمية. كيف ما كتشوفوا هنا اللاعب هنا ضارب الكرة، المهاجم هنا المدافع عفوا المدافع ديال الحسنيه بالقميص الابيض غادي يجر الكره للاعب. شوف هنا بلاش نقصوا من السرعه، غادي يجر ليه الكره من رجليه. ها هو هنا شوف الرجل هنا ديال اللاعب ديال الحسنيه، جر الكره من الرجل ديال المهاجم هنا، غادي يجر ليه الكره من تحت رجليه واللاعب غادي يتساقط كأوراق الخريف. ها هو جر ليه الكره واللاعب غادي يتساقط، والحكم هنا غادي يعلن على ضربة جزاء كيف ما قلنا خيالية. اللقطة كيف ما كتشوفوا هنا اللاعب هنايا لاعب كرة بالظهر ديالو. هنا اللقطة اللي غادي يجر فيها المدافع هنايا كرة، ها هي كيف ما كتشوفوا من هنا. حنا نزوميو لكم من هنا ها الرجل، شوفوا غير الحذاء هنا ديال اللاعب ديال الحسنية في الكعب ديالو احمر ولا وردي. المهم ها هو غادي يجر الكره ورجلو ما كانش شي حركه زائده من الشان ديالها انها تعيق الحركه ديال اللاعب. هو اصلا راجع مارشاريير، يعني هنا المهاجم ديال القوات المسلحه راجع بالخلف وسقط. الحكم هنايا تعرض للاحتيال وسيفلا ضربه جزاء خياليه. وقبل من هذه ما نساوش الاخوان انه باش تعرفوا هنايا التحيز او الاصل ديال اللقطه. هنا ركز معايا انا مزيان في هذه اللقطه هذه. هنا راه كانت هنا واحد ضربه خطا على المهاجم ديال الحسنيه. شوف هنا الشد واضح من المدافع ديال القوات المسلحه الملكيه في حق هذا المهاجم ديال اكادير. ها انتم كيف ما كتشوفوا، رجعوها البلون العادي ديالها. ها هو شد واضح، ها هو كيف ما كتشوفوا شد واضح، ما خلاش يلعب كره غادي تضرب في المهاجم ديال اكادير وتخرج للتوش. في عوض انه يسيف لي خطا لهذا المهاجم هذا غادي يعطي ضربه تماس توش للقوات المسلحه. وهو اللي ها هو هنا كيف ما كتشوفوا اللاعب بيلو اللي تعرض للشد. وهنا الكره غادي تمشي باش غادي نوصلوا لهذا القرار اللي كله حيف وتحيز لجهه وحده. وهذا الشيء هو اللي كيشوه الصوره ديال البطوله ديالنا الوطنيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.